السلام عليكم طلاب الصف الأول الإعدادي في مادة الدراسات الاجتماعية. جايين إن شاء الله نتكلم عن مقدمة ونبذة صغيرة خالص عن الدرس الأول في منهجنا للترم ده. بنتكلم فيه عن إيه؟ حابب أعرفك شوية أساسيات هي اللي هيعتمد عليها دراستنا سواء الترم ده سواء السنة دي أو سواء كمان السنين اللي جاية ومكملة معانا. إيه هي؟ زي ما أنت شايف كده قدامك خريطة. إيه الخريطة دي؟ هقول لك يا سيدي ان ديت خريطة العالم. خريطة ايه؟ العالم. يعني ده كده شكل مبسط خالص للكرة الارضية اللي احنا عايشين عليها. شكل مبسط خالص للايه؟ للكرة الارضية اللي احنا عايشين عليها. هطلب منك شوية طلبات بسيطة خالص. تعرف ايه الحاجات الخضراء او الصفراء دي، وتعرف ايه الحاجات الزرقاء اللي موجودة عندك دي. تمام؟ انت ان شاء الله في نهايه الفيديو ده هتكون عرفتهم وحفظتهم زي اسمك بالظبط واكتر كمان. فركز معايا. في البدايه لما تيجي وتبص معايا على الكره الارضيه من فوق، يعني عايزك تاخد كده الموبايل بتاعك وتبحث وتكتب فيه الكره الارضيه او كوكب الارض. هيجيب لك من الفضاء كوره كده عايمه في الفضاء، عباره عن لون ازرق او اللون ده اللي انت هتشوفه، سواء لون اخضر لون اصفر لون ابيض كل حاجه. فهنقسم ونحط اللون الازرق ده في كفه والالوان الثانيه في كفه، يبقى كفتين فيها لون ازرق والثانيه فيها الالوان الثانيه كلها بقى اخضر اصفر ابيض كله شغال معاك. طيب الكفه الزرقاء دي ايه؟ دي الميه. الكفه الزرقاء دي ايه؟ دي الميه اللي احنا بنسميها المياه. المياه اللي موجوده في الكره الارضيه عندنا. طب باقي الالوان، باقي الالوان دي الارض. الارض اللي احنا موجودين عليها او اللي احنا عايشين عليها، الارض اللي هي الصلبه اللي احنا هنسميها اليابس. هنسميها ايه؟ هنسميها اليابس. يبقى الكره الارضيه لحد دلوقتي متقسمه لجزئين، للمياه واليابس. المياه والايه؟ واليابس. طيب ننزل كده ونبص بصه ثانيه. انت دلوقتي بصيت معايا هتلاقي اليابس ده عامل ازاي؟ هتلاقي اليابس ده مش حته واحده، ده هتلاقيه متقطع لحته، حته هنا حته هنا حته هنا حته اهي حته اهي حته تحت خالص اهي في الجنوب. ايه الحتت دي بقى؟ ده بقى الموضوع بتاعنا. احنا مش هنقول حتت، احنا هنقول ان كل جزء من الاجزاء دي اسمه قاره. اسمه ايه؟ قاره. يعني دي قاره دي قاره دي قاره دي قاره دي قاره دي قاره دي قاره. فاحنا هنسميها قارات. يعني اليابس متقسم لايه؟ لقارات. طيب احنا عندنا كام قارة؟ احنا عندنا 7 قارات. عندنا كام قارة؟ 7 قارات. السبعة دولت متقسمين لجزئين. 3 بنسميهم قارات العالم القديم، و4 بنسميهم قارات العالم الجديد. نبدأ الأول بقارات العالم القديم. قارات العالم القديم زي ما انت عارف واكيد فاكر قبل كده ان هم اسيا، افريقيا، اوروبا. اسيا، افريقيا، اوروبا اهي. اسيا، افريقيا، اوروبا. يبقى قارات العالم القديم كام قاره؟ 3 قارات هما اسيا، افريقيا، اوروبا. اسيا، افريقيا، ايه؟ اوروبا. طيب ده بالنسبه للعالم القديم. العالم الجديد كام قاره؟ قلت لك 4. فين هما؟ اهي. امريكا الشماليه. بص هي فوق اهي فسميناها الشماليه. طب اللي تحت في الجنوب هنقولها امريكا الجنوبيه. يبقى امريكا الشماليه لان هي اللي فوق. طب اللي تحت امريكا الجنوبيه. طيب كلام تمام. طيب ايه اللي تحت خالص ديت؟ اقول لك دي اسمها القاره القطبيه الجنوبيه، او ممكن نسميها انتاركتيكا. ممكن نسميها ايه؟ انتاركتيكا. القاره القطبيه الجنوبيه صح، انتاركتيكا صح. طيب اخر واحده ورقم 4 دي اللي هي اسمها استراليا. اسمها ايه؟ استراليا. يبقى قول معايا كده، قارات العالم الجديد كام قاره؟ 4 قارات هما امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، انتاركتيكا، استراليا. امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، انتاركتيكا، استراليا. قول امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، انتاركتيكا، واستراليا. يبقى
قارات العالم القديم كانوا كام؟ كانوا 3 قارات، هم اسيا، افريقيا، اوروبا. اسيا، افريقيا، اوروبا، دول 3 بنسميهم قارات العالم القديم. طب قارات العالم الجديد كام؟ 4: امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، انتاركتيكا، استراليا. الشماليه، امريكا الجنوبيه، انتاركتيكا، واستراليا. نقولهم بقى كلهم على بعضهم كده حته واحده. رقم 1: اسيا، افريقيا، اوروبا، ده عالم قديم. عالم جديد: امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، انتاركتيكا، استراليا. يبقى اسيا، افريقيا، اوروبا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، انتاركتيكا، واستراليا. طيب ده بالنسبه للالوان اللي احنا بنتكلم عنها. طب اللون الازرق، اللون الازرق ده الميه، هنسميه ايه؟ هنسميها حاجه اسمها المحيطات. المحيطات ديت يعني مساحه كبيره جدا من الميه، مساحه ميه كبيره قوي، بنسميها المحيطات، بنسميها المحيط. فمحيط ومحيط ومحيط ومحيط، فنسميها ايه؟ المحيطات. اسمها ايه؟ المحيط. طيب عندنا كام محيط؟ عندنا 5 محيطات. كم محيط؟ 5 محيطات. ايه هم؟ ونحفظهم برضو زي ما قلت. رقم 1: المحيط الهادي. المحيط الايه؟ الهادي. 2: المحيط الهندي. المحيط الايه؟ الهندي. 3: المحيط الاطلنطي. المحيط الايه؟ الاطلنطي. 4: المحيط القطبي الشمالي. بص هو فين؟ في الشمال، فسميناه القطبي الشمالي. طب في الجنوب يبقى المحيط القطبي او المتجمد الجنوبي. متجمد الايه؟ الجنوبي. يبقى المحيط الهادي، المحيط الهندي، المحيط الاطلنطي، المحيط القطبي الشمالي، المحيط المتجمد الجنوبي. يبقى هادي، هندي، اطلنطي، قطبي شمالي، متجمد جنوبي. هادي، هندي، اطلنطي، قطبي شمالي، متجمد ايه؟ متجمد جنوبي. ده بالنسبه للقارات وبالنسبه للمحيطات. المهم عندنا بقى في وسط الكلام ده كله، هي دولة صغيرة جدا في العالم، بس دولة مهمة جدا ومكانها مهم جدا. هنتكلم عن مين؟ هنتكلم عن مصر. نتكلم عن مين؟ عن مصر. فين مصر؟ في الحتة دي اهي. دي ايه؟ دي مصر، في المنطقة دي بالظبط. هي دي مصر. طيب ايه المميز في مصر؟ ركز معايا كده. الدولة دي مكانها مهم قوي. مكانها مهم ازاي؟ ده دولة بتبص على بحر من ناحيتين ويابس من ناحيتين. يعني ايه؟ يعني في اتجاهين فيهم بحر، والاتجاهين التانيين فيهم ارض عادية. طب بص كده وركز معايا. لو طلعنا ناحية الشمال هتلاقي البحر المتوسط، يبقى دي اول بحر. يبقى اول اتجاه في بحر هو الايه؟ الشمال، اللي هو البحر المتوسط. طب بص كده ناحية الشرق هتلاقي البحر الاحمر. هتلاقي البحر الايه؟ البحر الاحمر. طيب يبقى اذا كده مع بعضينا وناخدها واحده واحده ونتكلم. يبقى من الشمال مصر بتطل على البحر المتوسط، من الشرق مصر بتطل على البحر الاحمر. يبقى ايه هما الاتجاهين اللي مصر بتبص فيهم على بحر؟ الشمال والشرق. شمال بحر المتوسط، شرق بحر احمر. طب ايه هما الاتجاهين اللي مصر بتبص فيهم على اليابس او بتبص فيهم على الارض؟ اللي هما الغرب اهو، والجنوب. الغرب والايه؟ والجنوب. الغرب بتبص على دوله اسمها ليبيا، والجنوب بتبص على دوله اسمها السودان. مش مهم عندنا قوي. طب ايه المميز تاني غير البحر واليابس والكلام ده؟ بص كده. لو انا عايش في اسيا وعايز ادخل افريقيا همشي ازاي؟ همشي كده تك تك كده اقوم جاي هنا معدي من مصر واكمل على افريقيا، صح؟ طب لو انا العكس، عايز اجي من افريقيا واروح على اسيا، برضه همشي كده 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 من مصر واروح على اسيا. يبقى اذا انا سواء من هنا لهنا عديت على مصر، او من هنا لهنا عديت على فين؟ عديت على مصر. طب لو انا من اوروبا وجاي من البحر المتوسط هاجي كده 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 واجي على مصر واقوم داخل على افريقيا. طب من افريقيا وعايز اروح اوروبا برضه من على مصر وتروح على اوروبا. يبقى هنا بنقول ان مصر دي كانت ملتقى قارات العالم القديم.
يعني النقطة اللي بتتقابل فيها كل قارات العالم القديم هي كانت فين؟ كانت في مصر. يعني إذا لما نجيب القارات دي ونقول القارات دي هتتقابل في نقطة، أو إحنا عايزين نتجمع في نقطة، يبقى نتجمع فين؟ في مصر. يبقى بيميز موقع مصر الجغرافي أول حاجة بيحيطها بحر من اتجاهين هما الشمال والشرق، بحر متوسط وبحر أحمر. بيحيطها اليابس من اتجاهين هما الغرب والجنوب. ملتقى قارات العالم القديم، لو انت مثلا راجل تاجر وجايب بضايع من هنا لهنا هتعدي على مصر، من هنا لهنا هتعدي على مصر، هتعدي على مصر، لو من اوروبا لافريقيا برضه هتعدي على مصر. يبقى مصر كانت ملتقى قارات العالم القديم، وموقعها ده هيسهل التواصل ما بينها وما بين دول العالم. سهل جدا ان احنا نتصل بالناس دي، ان احنا نكلم الناس دي، نبعت هنا نبعت، بسبب ان احنا موقعنا متميز. موقعنا ايه؟ متوسط في النص، كل الناس رايحه في اي حته جايه من اي حته هتعدي عليها. يبقى احنا عشان في النص رايح كده رايح كده رايح كده رايح كده هتعدي علينا بسبب الموقع المتميز. طيب زمان بقى كنا بنستفيد من حاجه اسمها نهر النيل. دي مصر وده نهر النيل اهو. كنا بنستفيد من نهر النيل ده في ايه؟ اول حاجه كنا بنعتمد عليه في الزراعه، لان انت علشان تزرع لازم يكون عندك جنب التربه الخصبه ميه عذبه، ميه صالحه للشرب، النباتات تقدر ان هي تشربها. فنهر النيل بيوفر لنا الميه الخصبه دي، الميه العذبه قصدي، فالنباتات تشرب فالزرع يكبر. فاحنا اعتمدنا على نهر النيل في الزراعه، واعتمدنا عليه كمان في التجاره. علشان انا اتحرك في مصر من الشمال للجنوب، او حتى اتحرك من مصر اخش لحد وسط افريقيا جوه، كنت انزل في نهر النيل والميه هتاخدني توديني. يبقى اركب المركب بتاعتي زي الباشا، ونهر النيل الميه اللي فيه هتاخدني توديني اي مكان انا عايزه. فاذا كنا بنستخدم نهر النيل في التجاره، سواء في مصر من الشمال للجنوب، هتنقل في مصر من الشمال للجنوب، او من مصر في الشمال لحد الدول اللي موجوده في وسط ايه؟ وسط افريقيا. طيب ساعدنا كمان ان احنا نبني الحضاره المصريه القديمه، لان الحضاره المصريه القديمه زي ما هتعرف ان هي كانت حضاره زراعيه قايمه على الزراعه. فنهر النيل بيوفر لنا ميه عذبه، بيوفر لنا تربه خصبه، بيوفر لنا كل حاجه. فهو اللي هيقوم الاقتصاد. اقتصاد يعني فلوس، الدوله تبقى غنيه، تعمل مشروعات، تبني اهرامات، تبني معابد، تبني متاحف، تبني. فهو نهر النيل وموقع مصر هو اللي هيخلينا نبني الحضاره المصريه القديمه. طيب كل الكلام ده كان قبل حفر القناه اللي بنسميها قناه السويس. كان قبل حفر قناه الايه؟ السويس. فقبل حفر قناه السويس قلت لك احنا مصر هي اللي كانت بتربط ما بين قارات العالم، سواء في الشرق او في الغرب، وسواء في الشمال او في الجنوب. وكان كمان بيحصل خطوه مهمه جدا، ان السفن كانت بتلف حوالين افريقيا. يعني ايه؟ يعني تيجي سفينه من اوروبا عايزه تيجي هنا مثلا، كانت تقوم جايه كده تلف لفه كامله حوالين قاره افريقيا، في الطريق اللي معروف والطريق اللي سمعنا عنه كتير قبل كده، اللي اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. اسمه طريق ايه؟ رأس الرجاء الصالح. كل دوت كان مهم جدا بالنسبه لمصر. طيب حديثا بقى في الايام اللي احنا عايشينها، حفرنا القناه اللي بنسميها قناه السويس، فاصبحنا بنربط ما بين البحر الاحمر والبحر المتوسط. يبقى انت كده علشان تتنقل ما بين البحر الاحمر والبحر المتوسط الموضوع بقى سهل جدا. فبقيت توفر وقت، بقيت تقلل مال، بقيت توفر جهد، بقيت توفر حاجات كتير جدا. وبدأ كمان ان احنا نحفر قناه بنسميها قناه السويس الجديده. فقناه السويس الجديده اللي احنا عملناها عندنا والقناه اللي بقت موجوده عندنا برضو بتقلل الوقت وبتقلل مده مرور السفن وبتعدي سفن اكتر. فاذا الدوله بدات تتطور والاقتصاد بدا كمان يحصل فيه ايه معانا؟ بدا ان هو يتطور معانا بشكل كبير جدا، وبدا يتطور بدرجه كبيره جدا. طيب نراجع الحته دي تاني قبل ما نشيل الخريطه ونرسم الرسمه بتاعتنا على السبوره. يبقى اذا احنا عندنا في العالم كام قاره؟ 7 قارات، متقسمين لايه وايه؟ لعالم قديم وعالم جديد. عالم قديم 3 قارات هما اسيا، افريقيا، اوروبا. عالم جديد 4 قارات، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، انتاركتيكا او القاره القطبيه الجنوبيه، واستراليا. مقسمين العالم ل5 محيطات: محيط هادي، محيط هندي، محيط اطلنطي، محيط قطبي شمالي، محيط متجمد جنوبي. موقع مصر متميز لان هي بتبص من الشمال على البحر المتوسط، ومن الشرق على البحر الاحمر، وبتبص من الغرب
ومن الجنوب على اليابس، دولتين في الغرب ليبيا وفي الجنوب السودان. ماشي؟ كلام تمام وكلام مظبوط. مصر موقعها متميز ليه؟ موقعها متميز لان هي ملتقى قارات العالم القديم، موجوده في نص العالم القديم، سهل ان هي تتواصل مع كل الدول اللي موجوده بالفتره دي. زاد موقعها اكتر لما حفرنا قناه السويس، وحفرنا كمان قناه السويس الجديده. عندنا موقع تاني بنسميه الموقع الفلكي، هقول لك عليه دلوقتي، بس نرسم الرسمه بتاعتنا ونشيل الخريطه. نرجع تاني ونشوف ايه هو الموقع الفلكي. الموقع الفلكي هو انا بحدد موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول ودوائر الايه؟ العرض. يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطه العلماء جم علشان يسهلوا لنا دراسه سطح الارض، راحوا مقطعين لنا الكوكب دوت لايه؟ لخطوط ودوائر. خطوط وايه؟ ودوائر. طيب هل انا وانا ماشي في الشارع بشوف التقطيع ده وبشوف الحاجات دي؟ لا طبعا. قال لك دي عباره عن خطوط ودوائر وهميه، يعني مش موجوده على الحقيقه، مرسومه على الخرائط بس. تمام؟ لكن مكانها معروف، بس هي وهميه مش حقيقيه، على الخرائط بس. طب قسموه لنا، قلت لك لايه؟ لخطوط طول ودوائر عرض. ده كله على بعضيه بنسميه ايه؟ بنسميه الموقع الفلكي. بنسميه ايه؟ الموقع الفلكي. يبقى الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. خط الطول الرئيسي عندي اسمه خط جرينتش. اسمه خط ايه؟ خط جرينتش. ده درجته صفر، يعني هو خط الطول الرئيسي. دايرة العرض الرئيسية اسمها ايه؟ اسمها دائرة الاستواء. اسمها دايرة الاستواء. طيب الكرة الأرضية فيها كام دايرة عرض وفيها كام خط طول؟ فيها 360، متقسمين لنصين، 180 بيكونوا في الشمال و180 في الجنوب. ده بالنسبة لدوائر العرض. طب بالنسبة لخطوط الطول برضه 180 في الشرق و180 في الغرب، مجموعهم كله هتلاقيه 360. يبقى دايرة العرض في النص، في 180 دايرة تاني في الشمال بتاعها و180 دايرة تاني في الجنوب بتاعها. خط الطول واقف كده، في 180 خط شرقه و180 خط غرب. طيب ايه تاني؟ دي دوائر عرض مهمة جدا بتحيط بالكرة الأرضية، بتقسم الكرة الأرضية لنصين، نص في الشمال ونص في الجنوب. يعني دايرة العرض الرئيسية اللي هي دايرة الاستواء دي بتقسم الكرة الأرضية لنصين، نص في الشمال ونص فين؟ ونص في الجنوب. طب بتتحكم في ايه؟ احنا رسمناها ليه؟ رسمناها علشان ده اللي بتعرفنا الأقاليم المناخية وبتعرفنا المناخ. لأن أنت لو فاكر من السنين اللي فاتت لقيت إيه بقى؟ إن الدايرة دي اللي مرسومة دي أعلى نقطة درجة حرارة بتكون عندها. يعني إيه؟ يعني أعلى درجة حرارة في كوكب الأرض كله موجودة على دايرة الاستواء. كل لما تبعد عن دايرة الاستواء سواء مشيت كده أو سواء مشيت كده درجة الحرارة بتقل. درجة الحرارة بيحصل فيها إيه؟ بتقل. فإذا أنت دلوقتي بتتكلم في خطوة مهمة جدا جدا، إن درجة الحرارة عمالة تقل معاك، تقل. فإذا أنت بتعرف دايرة الاستواء علشان تعرف أنت درجة الحرارة هتقل ولا تزيد. يبقى إذا لو أنا واقف هنا وواحد تاني واقف هنا، مين اللي حاسس بحرارة أعلى؟ أهو، لأن هو قريب من دايرة الإيه؟ الاستواء. إمتى تزيد درجة الحرارة؟ لو مشيت كده. لكن لو مشيت الناحية التانية كده درجة الحرارة تبدأ إن هي إيه؟ تقل. يبقى أنا علشان أعرف الحرارة ومناطق الحرارة والأقاليم المناخية بستخدم خطوط الطول ولا دوائر العرض؟ بستخدم دوائر العرض. بستخدم إيه؟ دوائر العرض. طب خطوط الطول اللي منها خط جرينتش اللي بتقسم العالم لشرق وغرب بتفيدني في إيه؟ بتفيدني في معرفة التوقيت. بتفيدني معرفة الساعة. معرفة إيه؟ الساعة. يعني إيه؟ يعني الوقت في الكرة الأرضية مش كله واحد. لأن أنت لو مشيت ناحية الشرق بتلاقي الساعة معاك بتزيد، الوقت بيتقدم. لو مشيت ناحية الغرب بتلاقي الساعة معاك بتقل. طبعا كل ده علشان الشمس وعشان أشعة الشمس، وهنشرحه بشكل تفاصيل التفاصيل بس مش دلوقتي. فأنت دلوقتي علشان تعرف التوقيت وعلشان تعرف أنت هتزود الساعة ولا هتقلل الساعة لازم تكون عارف أنت موجود شرق خط جرينتش ولا غرب خط جرينتش. شرق خط جرينتش ولا إيه؟ ولا غرب خط جرينتش.
يبقى اذا خطوط الطول ودوائر العرض كل واحده منهم بتعمل حاجه. لو انا قلت لك دايره عرض اهي يعني واقفه بالعرض، هتقسم الكره الارضيه لنصين، فين وفين؟ فوق وتحت. طب الفوق وتحت دول بقسمهم بقول عليهم ايه؟ شمال وجنوب. هينفع اقول ان دايره العرض بتقسم شرق وغرب؟ لا، ما انت ما فيش حاجه عندك في الشرق وفي الغرب، لان كل حاجه فوقها او تحتيها، فشمال وجنوب. طب خط الطول هو هنا ما فيش حاجه فوق او تحت، ده بقت فين؟ بقت يمين وشمال اللي هو شرق وغرب، يبقى بيقسم الكره الارضيه لنصين، شرق وغرب. في كام خط طول في الشرق؟ 180. كام خط طول في الغرب؟ 180. كام دايره عرض في الشمال؟ 180. كام دايره عرض في الجنوب؟ 100 برضه و80. بستفيد ايه من دوائر العرض؟ قلت لك بستفيد من دوائر العرض ان هي بتقسم الكره الارضيه لنصين، شمال وجنوب. وتاني حاجه بستفيدها منها ان هي بتعرفني المناخ وبتعرفني الاقاليم المناخيه ودرجات الحراره. بستفيد ايه من خطوط الطول؟ خطوط الطول بتقسم الكره الارضيه لشرق وغرب، بتعرفني ايه؟ بتعرفني التوقيت وبتعرفني الزمن وفرق التوقيت من مكان الى مكان. دي كانت المقدمه البسيطه اللي عايزين نكون فاهمينها علشان هنكمل عليها، وده الاساس اللي هيكمل معانا في منهجنا سواء كان اولى اعدادي او كل السنين اللي جايه بعد كده، حتى في ثانوي ان شاء الله ده الكلام ده مكمل معانا. ده كانت نهايه مقدمتنا الصغيره النهارده. انا مستر كريم عز. الفيديوهات الجايه هنبدا نشرح فيها المنهج وهنبدا نحل الواجب فيه. جروب الواتساب تقدر انت تشترك فيه عشان نتواصل مع بعضينا بشكل مباشر، نحل كل المشاكل اللي موجوده عندك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.